هو عيد الأضحى الأول الذي يمر على مصر بعد الانقلاب وما تلاه من أحداث دموية تمثلت في مقتل المئات برصاص الأمن والجيش واعتقال الآلاف من مناهضيه وفرض حالة الطوارئ. أدى المصريون صلاة العيد في المساجد والساحات. الأوضاع التي تمر بها البلاد لم تمنع بعضهم من الخروج برفقة عائلاتهم لمحاولة الاستمتاع بفرحة العيد، وأن ظلت هذه الفرحة غير مكتملة بالنسبة لكثير من العائلات التي فقدت أبناء لها على مدى الشهور الماضية. أتمنى الأمان والدنيا تبقى أحسن من كده، نتمنى إن احنا نبقى أحسن من كده. كل سنة وانتم طيبين. وإن يجي العيد أفضل مما كان يعني. طبعا هو العيد الأيام ديت طبعا جاي بحزن وجاي بدم. طبعا في الأجواء اللي احنا فيها دي يعني لازم نحتفل، لازم الأمور تمشي، لازم البلد تمشي. مفيش حاجة اسمها نقعد العيال في البيت ولا نخاف ولا الكلام ده كله. لازم الأولاد يخرجوا، لازم يروحوا الدنيا هنا ويشوفوا الدنيا فيها إيه. أنا شايفة إن أنا مش عايزة أقعد الأولاد في البيت يعني، وعايزة أفسحهم برضو وأخرجهم وأحسسهم إن البلد فيها أمان. جزء آخر من المصريين اختار أن يمضي أول أيام الأضحى بطريقة مختلفة. خرجوا في مظاهرات بعدة مناطق ومحافظات عقب الصلاة تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي أكد أنه مستمر في تحركاته حتى تحقيق كامل أهدافه وعلى رأسها إسقاط الانقلاب. في الساحات وأمام المساجد الكبرى في القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية ومحافظات أخرى رفع المتظاهرون شعارات منددة بالانقلاب العسكري ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين وعودة ما يصفونها بالشرعية. في أول أيام الأضحى استذكروا أيضا من قضوا في مجزرتي رابعة والنهضة في 14 من أغسطس الماضي عقب عيد الفطر.